السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوجي أم بدر. فيديو جديد وحلقة جديدة أتمنى إنها تنال إعجابكم ورضاكم. النهاردة بصراحة ببص في التليفون لقيت فيديو لعمرو أديب ضحكني جدا. حاجة كده الواحد لو سمعها أنا هسمعها لكم تضحك. سمعت ايه بقى؟ خير اللهم اجعله خير. بصوا بقى معايا كده هنمزمز في الفيديو واحدة واحدة علشان تعرفوا عمرو أديب ضحكني في ايه. انت في شهرين معدي عدد السكان بتاع كل سنة. يعني انت في شهرين نسبة زيادة السكان، النهاردة المركزي بيتكلم على هذا الامر. نسبة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بيتكلم على اننا زيادتنا بتزيد. طيب انتوا بتجيبوا عيال من التفاؤل؟ يعني بيجيب عيال البي عمرو أديب او الباشا عمرو أديب او اللي بيحكم نفسه كأنه ربنا، عمرو أديب استغفر الله العظيم طبعا، بيقول للناس للشعب ان البنك المركزي بيقول ان البنك المركزي ايه المركزي مش عارفة ايه علاقته بين الشعب وخلفة الشعب، يعني ان 6000 عيل في اليوم. عملوا احصائية في البلد ان في خلفة 6000 عيل في اليوم، فعمال يبهدل في الشعب ويقول ايه؟ هو انتوا بتخلفوا وبالتفاؤل؟ يعني انتوا تتجوزوا وتخلفوا بالتفاؤل؟ طب يعني ايه من الشباب ما يتجوزوش؟ مش فاهمة، يقعدوا في الحرام يعني ولا ايه؟ ولا يجيبوا عيال ويرموهم في الشارع؟ ولا يحفروا مثلا مقابر زي الكتاكيت اللي انتوا عملتوها يعني ومش لاقيين تأكلوهم فقمتوا فالناس قامت رمياها في الشوارع؟ مش فاهمة، كلامك مش مفهوم. خليكم معايا واحدة واحدة برضو وتكملوا معايا الفيديو. شايف ان الحياة ظريفة. طب انت شايف الظروف عاملة ازاي؟ العيال بتزيد ليه؟ رقم النهاردة مفزع. مفزع، 6000 في اليوم، مفزع يا جماعة، مفزع. ازاي انتوا بتزيدوا كده كتير؟ انتوا بتاكلوا عيش كتير. يعني شايف نفسه ربنا ان كل واحد كل مخلوق، الشجرة اللي بتتزرع بيبقى ليها رزقها، الدودة اللي في الشجرة بيبقى ليها رزقها. ده بيتكلم على الناس. ازاي مفزع؟ انتوا ازاي بتخلفوا كده؟ ازاي بالتفاؤل؟ يعني انت تقابل واحدة تحبها وبعدين تتجوزوا وبعدين تخلفوا؟ لا ده مش طبيعي، ما ينفعش. اوعوا تخلفوا، اوعوا تتجوزوا، اقعدوا في حتة تانية، ما حدش يتجوز حد. انتوا عارفين الكلام اللي هو بيقوله ده بيوحي لايه؟ بيوحي ان هم مثلا عايزين ايه؟ عارفين المثلية؟ هم عايزين يعملوا كده عشان ما يبقاش في خلفة، فعشان كده كانوا بيسوقوا للمثلية من الاول. يقولك لا 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 احنا مش مع الموضوع، ويرجعوا يقولك كلام نقيض. لا ما تخلفوش، ما تعملوش، ما تهببوش. هو في امل؟ هو انتوا عندكم امل؟ ده الدنيا سودة، انتوا بتتكلموا في ايه؟ لا 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 الدنيا سودة. ما تفكرش ان انت يبقى عندك امل وتتجوز وتحب وتخلف كمان، يا لهوي. كملوا شهرين معايا. اظن نص مليون او حاجة كده، او ربع مليون. 55 يوم، رقم قياسي عالمي. هو دي الارقام القياسية اللي احنا شاطرين فيه، نضرب عيال. هو ده ان انتوا شاطرين فيها، تضربوا عيال؟ انتوا عملتوا ايه يعني عشان تضربوا عيال وتقعدوا في البلد يعني؟ ازاي؟ ازاي انتوا تعمروا في البلد يعني وتخلفوا عيال؟ يعني مشيئة ربنا ان انتوا تخلفوا. لا 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 ما تخلفوش. ازاي بتضربوا عيال؟ انتوا مش عارفين بياكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ زي ما يكون بنيجي نشحت من اهل امه وبنروح نقف على الباب علشان خاطر الشعب المصري يقول له ايه؟ لله مش عارفه اكل ابني، لله مش عارفه اجيب له اللبن، لله مش عارفين ناكل، مش عارفين نشرب، احنا خلفنا غصب عننا. معلش عمرو اديب معلش. وهو قاعد على التوته اللي بتكبر دي وهو ماشي ويجي في اخر البرنامج يلهط حاجات كده وما تعرفش اصلا هو مش دافع تمنها.
وبيحاكم الشعب على اساس ان هما بيخلفوا 6000 في اليوم. والنبي عايزة اعرف ملة. بلاش، كملوا معايا الفيديو. 6000 عيل في اليوم، دول بكام رغيف؟ 6000 في 5 بكام؟ كل واحد ليه 5 رغيفة، 30000 رغيف. بيعد العيش ان 6000 في 5 ب 30000 رغيف في اليوم. يعني ال 30 6000 عيل دول هياكلوا 30000 رغيف في اليوم. يعني انا مش عايزه اقول ان يعني كل حاجه غاليه. كل حاجه غاليه. طيب وهي الحاجات الغاليه دي اللي احنا بنروح بنشتريها او بنجيبها ببلاش، مرميه في الشارع؟ يعني مثلا رغيف العيش ده مش مدفوع له ضرايب؟ الناس اللي معهاش بطايق تموين او الناس اللي ما بتجيبش عيش مدعم، طب ما هي بتروح تشتري عيش، هي بتروح تشتريه ببلاش. انت بتوزعه ببلاش، ما احنا بنروح نشتريه بفلوس، والفلوس دي تعبانين فيها. ايا كان بقى، بنشتغل اونلاين، بنشتغل على النت، بنشتغل في شركات، بنشتغل في الفعل ونلم الزبالة. مفيش حاجة ببلاش، يبقى انت ما بتأكلناش بنجيبك. كمل. هيجي يقول لك ايه؟ عمرو بقى عايز يحمل الشعب. لا لا، ما بحملش، انا بسأل بس طريقة التفكير. انت قررت تجيب عيال زيادة ليه؟ انت قررت تجيب عيال زيادة ليه؟ ازاي تقرر بمشيئة ربنا ان انت تجيب عيل زيادة؟ ربنا امر ان في مخلوق ينزل على الارض، ازاي انت توافقه يعني؟ ازاي تخلف عيل وهو اصلا رزقه عند ربنا؟ لا، ازاي؟ المفروض ان رزقه ده يتحط في حتة تانية تكون عندنا كده. انت ما تخلفش، ازاي تخلف الكلام ده؟ لا لا لا، ما ينفعش. كمل. الدنيا لطيفة يعني؟ شايف الحياة، الأحداث اللي بتحصل في العالم وفي الداخل مبررة قوي إنك تعمل الكلام ده؟ شايفين الاحداث اللي بتحصل في العالم والداخل مبررة ان انت تعمل قلة الادب دي؟ اوعى، دي قلة ادب. اوعى تتجوز وتخلف، اوعى، دي قلة ادب. مفيش تفاؤل، في سواد يا بلطية. كنت انا عاملة فيديو على فكرة قبل كده في اسمه سواد يا بلطية، بقوا شوفوه. سواد، دي قلة ادب. الدنيا مش تفاؤل، لا لا لا. كمل. 6000 عيل يوميا. أنا في دول مش عايز أجيب اسمها، بس في دول بتدور على سكان. لك لو سمحت أنا عايزين سكان. قطر زادت في سنين كأس العالم اللي هم ال10 سنين دول 300,000 في 10 سنين. وعلى فكرة مش من جوه قطر، ودي دولة ايه؟ لو بقوا بكرة 100 مليون، في فلوس لكل واحد، فيلا وعربية وحمام سباحة. خدتوا بالكم من الجملة دي؟ بيقول لك بيشبهنا، بيقول ايه مثلا؟ ايه لو قطر زادت، حتى ده هي زادت 300,000 ومش من قطر. يعني مثلا الناس اللي عايشة في قطر يكونوا عربيين مثلا، من العرب. ده حتى لو زادوا 100 مليون، ده قطر هتدفع فلوس لكل واحد، فيلا وعربية وحمام سباحة. يعني احنا 100 مليون، يعني احنا 100 مليون، لا فيلا ولا عربية ولا حمام سباحة. كل الناس بتفحت في الصخر علشان خاطر تأكل عيالها وتعيش رزقها يوم بيوم. جاي انت تحملنا ما لا طاقة لنا به، وتقول انتوا ازاي تخلفوا؟ انتوا ازاي متفائلين؟ انتوا ازاي عندكم طاقة ان انتوا تتجوزوا وتخلفوا؟ ايه التناقض ده؟ يعني ما حدش طلب لا فيلا ولا عربية،
الواحد بيبقى قاعد في شقة إيجار وبيفحت في الصخر علشان يدفع فلوس الإيجار وياكل ويشرب بالعافية، جاي بتحمله إنه يخلف مثلا عيلين 3، افرج جه توأم يا عم، هنقول اعدموا التاني؟ لا حول الله يا رب. كملوا. ربنا يرزقهم من واسعه يعني. طب احنا بنعمل كده ليه؟ هو ده الالهاء. الالهاء هيلهوكوا. الحقيقي فعلا. لان اه انت فجاه هتلاقي عندك 4 5 عيال يلهوك عن ذكر ربك، حتى يلهوك عن اي حاجه. ما ت- فخايف هو عليكوا عمرو أديب ان انتوا لو خلفتوا 4 5 عيال هيلهوكوا عن ذكر ربكم. يعني انتوا ازاي تخلفوا 4 5 عيال؟ انتوا كده مش هتعرفوا ربنا، يعني انتوا كده مش هتقولوا يا رب، يعني مش هتعرفوا تصلوا لو خلفتوا عيال كتير. يعني مثلا لا اصل هما هيقفلوا الجوامع، فعشان كده انتوا مش هتعرفوا تصلوا، فانتوا هتضطروا بقى تقعدوا في الشارع، لا الشارع هيبقى مليان عيال. يعني يا سبحان الله، الهند عدد سكانها رهيب اكتر مننا، الصين عدد سكانها رهيب اكتر مننا، وهم مش مستحملين ان الشعب المصري ان في ناس عندها تفاؤل وتتجوز وتخلف وتعيش حياتها. المهم بس ارجو ان موضوع الالهاء ده يبقى ايه، واضح وبس. بصوا بقى، عمرو اديب عايش، انا خلاص قفلت الفيديو عشان كده ما يبقاش طويل عليكم. عمرو اديب عايز يوصل لكم ان انتوا ما تتجوزوش وما تخلفوش، ولو عايزين تتجوزوا اتجوزوا من بره واقعدوا بره، وبلاش سيبوا البلد كلها، ما تقعدوش فيها، البلد بقى زحمه وخانقه وهو قاعد في الاستوديو مش لاقي شويه هوا يتنفسهم، فانتوا بره واخدين شويه الهوا وهو مش لاقي مناخيره مقفوله يا عيني. فخدوا بالكم ان عمرو اديب متضايق منكم، متضايق مخنوق، محدش يخلف، يعني اسمعوا كلامه يعني. وهو بيقول لكم النصيحة ما تتفائلوش، الدنيا سودة، يعني وفروا لقمة العيش اللي انتوا بتاكلوها، كلوا تفتوفة، لان وفروا، لان الايام اللي جاية سودة، فكملوا كلوا التفتوفة التانية، يعني فاهمين؟ وكل واحد يجيب رغيف العيش وشمموه لبعض، يعني فاهمين؟ فانا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو لايك فضلا واشتراك فضلا وارفعوا القناة، ولكم كل تحياتي، سوبر دوجي مبادرة.